مساء الخير. النهاردة بتكلم على حاجة مهمة جدا سمعتها، وربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها عشان أحكيها لحضراتكم جميعا، وهي إزاي تبقى مكبور الخاطر. فأنا مش هشرحها نظري، لا أنا هشرحها من واقع تجربة عملية في أرض الواقع سمعتها من حد معين، وبنقلها لحضراتكم جميعا من منطلق الدال على الخير كفاعله. طبعا اي حاجه الواحد بيعملها بيبقى بيدعي ربنا ان يكون طبعا فيها نافع، شيء نافع للخير ان هم يستفادوا منه. الموضوع ركبت النهارده مع حد محترم سواق تاكس، تمام، واتكلمنا مع بعض ودردشنا لغايه الراجل ما صارت ما عنده. قال لي هحكي لك موقف حصل لي جدا، وموقف فعلا انت هتقول عليه يا سبحان الله. طبعا كلمة يا سبحان الله دي كانت جوه على طرف لساني، انا بقولها لوحدي، بس لما سمعت الموقف بتاعه قلت فعلا يا سبحان الله. وحضراتكم جميعا هتقولوا فعلا يا سبحان الله. نصلوا على النبي سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام، ونبتدي في سيرة الموقف ان هو كان ماشي يوم السبت، وطبعا يوم السبت طبعا احنا معظم الناس اجازة ومفيش حد شغال وبيبقى ضغط الشغل مريح. هو كان ماشي في منطقة محور المحمودية، وكان قدامه 5 تاكسيات فاضية، وكان في راجل محترم واقف، وال... وال4 تاكسيات عدوا عليه، شاور لهم مفيش حد اخده معاه. فسواق تاكس اللي راكب معاه انا استعجب، يعني 4 تاكسيات معدين قدامه ومفيش حد واقف له، طب ايه السبب بقى؟ فجاه السواق ده، وطبعا الراجل ما شاورهوش، هو وقف من نفسه. هو وقف ايه من نفسه، قال له حضرتك رايح فين؟ كان الراجل بسيط لابس قفطان ابيض، حاجه زي كده، تمام. فقال له حضرتك انا رايح المنشيه عند ال اللهم صل على النبي الجندي المجهول. قال له اتفضل حضرتك، بس قال له قبل انا مركب معلش انا ما معيش فلوس. قال له انا ماشي لمده ساعتين فاضي، ومش هيهمني الفلوس ولا اي حاجه، تعالى هوصلك وان شاء الله ربنا هيكرم. ربنا ايه هيكرم، تمام. فركب الراجل معاه وماشيين في السكة، وفي أثناء السير بتاعهم سأله، قال له حضرتك متجوز؟ قال له اه. طب الراجل اللي سواق التاكس استغرب، قال له انت معاك اولاد؟ قال له انا معايا اولاد فلان وفلان وفلانة وفلانة. وقال له ايه اخبار الحياة؟ قال له الحمد لله، ربنا رزقني بقرش، قرشين، 3 قروش، الحمد لله ربنا سترها معانا وكل حاجة تمام. في المهم قبل ما يوصلوا المكان بتاعهم ب5 دقايق، ب10 دقايق، سواق التاكس اتفاجئ ان الراجل ده بيطلع من جيبه بسم الله ما شاء الله فلوس كتيرة جدا، كلها ميتينات، رزمة ميتينات، بس ما شاء الله ياما قوي، تمام. فالمهم الراجل بيهزر معاه سواق التاكس، بيقول له ايه حضرتك كنت بتضحك عليا؟ قال له في المهم حضرتك بتضحك عليا مثلا؟ قال له لا. قال له انا كنت عايز اركب مع حد والاقي فيه الصراحه والصدق اللي شفتها عندك، وحد فعلا يستحق الحاجه اللي انا هعملها معاه. في المهم عطاله 200 جنيه، وقال له انا مش عايز باقي، انا الحمد لله ربنا ميسر حالي وبعمل حاجه لله، بس انا مش بجيب وسيط ان هو يوزع لي الحاجه اللي طالعه لله، عشان الفلوس ممكن يبقى فيها طمع. فانا بنزل بنفسي وبدي الحاجه لله دي، بطلع الحاجه لله دي لمن يستحقها. ومن يستحقها ده فعلا بتشوفوه يا جماعه، مش عمره ما يطلب ابدا، تلاقيه كده قاعد لوحده، وربنا بيبعت له ابن الحلال او عبد الصالح ان هو يديله الحاجه باذن المولى عز وجل. فقال له انت ماشي لمده ساعتين وكل حاجه ان شاء الله ربنا هيجبرك، ما تقلقش، ربنا ايه هيجبرك وهيجبر خاطرك. يعني الموضوع بتاعنا اللي هو جبر الخواطر جاي في السكة، تمام، هتبقى مجبور الخاطر.
في المهم الراجل نزل من هنا، والتاني حمد ربه وكل حاجة. يشاء المولى عز وجل ان اتنين يوقفوه ويقولوا له احنا عايزين نروح برج العرب، مطار برج العرب. فالمهم الراجل افتكر ان هو هيوديهم النزهه، مطار النزهه. لا، قالوا له احنا عايزين برج العرب. فوداهم برج العرب، وبسم الله ما شاء الله ربنا رزقه بمبلغ حلو جدا، 350 جنيه. وهو في برج العرب، السفري بتاع الشنط قال له ثانيه واحده يا اسطى، هات 50 جنيه، انا اتفقت لك مع اتنين هيدوك 400 جنيه وهتوديهم مكان على البحر. شفتوا يا جماعه؟ في المهم اخذ الراجل الناس دول ووداهم، وسبحان الله، ويا سبحان الله، الراجل شاف سواق تاكسي ده راجل محترم وكل حاجه، قال له استنى هنا، انا صاحب الكافيتيريا دي والناس بتوع هيكرموك، واستناني، او انا عايزك الساعه 6، ولا حاسبه ولا اي حاجه. وقال له حاضر، والراجل جابوا له فعلا المشروب بتاعه وحته كيكه. تمام. في المهم جاله الساعه 6 ومشاه المشوار بتاعه، قال له انا عايز اروح المكان الفلاني، المطعم الفلاني، وداه فعلا المطعم الفلاني. وقال له خلص ساعتين، ساعتين ونص، وكان في ماتش على القهوه، وسواق التاكسي راح يتفرج على الماتش بتاع القهوه. تمام. وخلص، وجاء على التليفون الراجل قال له في تعالى لنا. جابه وصله وقال له انا عايز احط الكيسه دي بسم الله ما شاء الله فيها اكل حلو جدا كويس وفخم وما شاء الله عليه. في المهم وصلوا للمكان بتاعهم، والراجل قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا هنزل اوديك ادي لحضرتك الكيسه. تمام. قبل ما انسى الراجل اتعرف عليه وقال له انت متجوز؟ قال له اه انا عندي 4 اولاد. تمام. في المهم قال له الكيسه دي مش ليك، دي لاولادك. واعطاله مبلغ بسم الله ما شاء الله 500 جنيه، يعني وصل معاه 1200. واحد شاور له وقال له وديني الموقف، واعطاله 100 جنيه، يعني الراجل مروح بيته مقبول الخاطر ب 1300. والسبب في كل ده ايه؟ قال لي ايه؟ قال لي كان واحد راكب معايا ومعاه كيسة، وقال له انا مستعجل وعايز اروح الموقف. نشوف الامانة، بنتعلم من الحتة دي ايه الامانة. في المهم فوصلوا للموقف وعايز يلحق الاتوبيس، والاتوبيس طالع، الراجل كان معاه الكيسة نسى الكيسة، نسى كل حاجة وركب الاتوبيس. الكيسة دي فيها ايه؟ الراجل اللي عرف ازاي ان الراجل ده نسى الكيسة، وهو راح البنزين شاف كيسة بيدور فيها، لقى فيها مبلغ ياما بسم الله ما شاء الله حوالي 60,000 جنيه. والراجل ده كان وقتها كان مديون وكان عنده عمرة. قال لك طب أنا دلوقتي هل آخد المبلغ 30,000 جنيه وأروح أصلح أسدد ديني؟ بس أنا عمري ما أكلت حرام ولا أكلت عيالي حرام. طب أعمل إيه؟ الراجل كان لقى إيصال مكتوب عليه اسم بنك، راح قال له أنا عايز أعرف بيانات الراجل ده عشان راكب معايا ونسى الفلوس بتاعته. فطبعا موظف الامن من حرصه الشديد على بيانات العملاء رفض. قال له انا كده هقطع الايصال وحضرتك هتبقى المسؤول عن الفلوس. طب انا هعمل ايه؟ طبعا انا وصلت قبل هو ما يخلص موضوع 60,000 جنيه دي، بس من واقع خيالي ان الراجل ده ما خدش الفلوس ووصل الفلوس لصاحبها. وطبعا هنفهم كده بعقولنا ان صاحب الفلوس كان ازاي كان سعيد. شفتوا من خلال الفيديو الطويل ده، انا اسف فيه، شفنا ان ربنا ازاي بيجبر خواطرنا، تبقى ازاي مجبور الخاطر بثقتك وبايمانك الشديد للمولى عز وجل، بالاضافه للامانه. شكرا. اتمنى تكونوا ان حضراتكم استفدتوا من الفيديو ده بشيء جدا، وانا عارف ان شاء الله ربنا يرزقكم بالاستفاده من كلامي. شكرا، مع الف سلامه. شكرا.